تعرف شنو أشهر كذبة تصير ويانا؟ اللي نسميها كذبة بيضاء. مرات نخاف من ألم الصدق فنختار شيء نعتقد أنه ألطف، وهو الكذب الأبيض. نكذب باسم المجاملة، وباسم ما أريد أجرحه، وباسم ما حبيت أضوجه، بس ننسى شغلة بسيطة. الكذبة حتى لو كانت بيضاء تبقى كذبة، والمشكلة مو بالكذبة نفسها، المشكلة أنها توسع المسافة بين الحقيقة والواقع، وتبني جدار صغير من سوء الفهم ويكبر أكثر مع الوقت. أكو دراسة صارت بيونيفرسيتي نوتردام لاحظت أنه الناس اللي قللوا الكذب، حتى هذا اللي يسمونه أبيض، لمدة 10 أسابيع تحسنت علاقاتهم وصحتهم النفسية صارت أحسن. ليش؟ لأنه الكذب الأبيض ما يحل المشكلة، هو بس يخدرها. زين سيد، قصدك نجرحه ونخسره؟ لا حبيبي، ما اقصد هيك. انا تقدر بدل ما تكذب عليه تصارحه باسلوب حلو، مثل هاي الملابس كلش حلوه عليك، بس لو مختار هاي تطلع احلى. وبالنهايه مو المهم شنو نحكي، المهم يمتى وشلون نحكي.